مرحبا، أهلا وسهلا. أنا ما أعرف المقصود بشاي اللبن بالضبط شنو، مع إنه صحيح هو إنه بيتكلم عماد بيتكلم عن إنه البطانة بما إنها مشهورة بالجبنة، شعراء نعم. تحدثوا عن الجبنة كثير جدا. هل عبد الله أو شعراء الكبابيش مجدوا الشاي باعتباره درجة من درجات الكيف العالية جدا عندهم يعني؟ والوضع يختلف من البطانة. الجبن هي بصفة عامة طبعا كيف مجالات. نعم. نعم. والشاي مشروب عادي يعني. نعم. صحيح يمكن الناس ما تمسكت به، ما عنده قدسية أكتر منه إنه مشروب عادي. يمكن يحيدك تسويه مع زول تسويه يسوي لك. لكن الجبنة بتختلف. لكن الجبنة هي ملتقى نعم. شعري. صحيح إنه الجبن ما عندنا، لكن هي وضعها اختلف شديد الاختلاف من الشاي عندنا بالعادة. أظن في إحدى من المراحل كان مشيت لي بجمل، مشي براي، ونزلت في وادي، ووقت نار وسويت شاي وقيدت الجمل ومر عقله ورع أحداء. يعني وضع كان عدت فيه ما مضى من هذا التراث ده في الزمن القريب يعني. ولما تمشيت قلت للجمل عقبان الوطط تلقى لها زول قروب، والعجب الهويش والدابي والعقروب. شديت السمح جيتين بتات ركوب، كرفت حالات نسيما وجات ندافها أبو. يا سلام يا سلام. طقت ركبت طيارة وركبت سفينة، وابو نمر الياباني طلع بو منا المينا. علم ما بقالي كيف رجل النوايب سنينة، الحر اللي بخلي الجالسة عن زمنينا. يا سلام. فرش شامي وبتات الريفي، فوق تلبن تقيل تمنه وحركته خفيف. بعدي تلقي بيه المركز شيوخ وعفيفي، عادت لي هوايا وفرحتي وتاليفي. غنايا الكام مدفن وصدري كاتم حيله، اتفجر غوافي واندفع موج سيله. يا سلام. جدي الجود ما بينقاس صداه وميله، دي محل الديار وديك مرابط خيله. يا سلام عليك يا أخي. من جبل الزبير جدي المناسب أبوي، قم بهيبتي وشرفي ورضاي وعفوي. العز المربى بكم موت أبوي، من الخال لا درجة محمد أخوي. يا سلام. بكيت في دار أبوي وقمت منها ماشي، فوق الحبر قارن المحجمين مو حاشي. ركبة ود ملوك مو فلسفة شماشي، فروة ودبجة سجاجي وقطيفة فراشي. يا سلام. عزا توب سابل من نبو لاوم، تاجاتا بتلمع في الليالي الغم. نعم. الصدف المنه صهلات المحاص بالطم، سياد قلوبهم في الشدايد صم. نعم. كربة فاقر المنسولة ويرسى حرارته، السيطر عليه رسن وبيت بيدارته. نعم إن البلد ماخذ الوصوف وأمارته، استرجل مسمى الكور حتلفي غمارته. الله. يا سلام. بعد زمن طويل وغياب سنين ودوارس، عدت وشفت فخرا من قديم متوارس. صح عقبنا نظروف انصعاب وكوارث، لكن الزمن دولة ويام ومدارس. يا سلام. بريت الوادي والقش الهويش مو سهل، 7 أيام جود من نهل لا أهل. وردهم كالسدر بلد الروية ومهل، شوفي ليها شوف صغي ويام الجهل. ديك الصافي خلفي والعديد قدامي، بلد أبوات أبو يهل الكبار وعمامي. قصد الشعب واسم البيه مالي حزامي، 2 النحاس والبيرق الإسلامي. وكل الساحة منهم صم طلاب وعروق، ألقى مفرش السجاج محل ما توق. في ظل النظارتين والهوى المطلوق، ترعم قج جقل اللي الفقر خازوق. أخذت الفاتح من العالم المفقير، يا سلام. أبو الزين اللي مارته توجه المتحير. قمت على البقوم من البروك متغير، قن بيسد بيمينه وشماله تنير. تاني رجع مسفي الماسك الوديان، قدر ما شتت النم ألقى راسي ملان. يا سلام عليك. يا سلام عليك. يا سلام عليك. بيت غتم من الهدير نشفان، بقنف القوات كسير رسن موضان. مصارين القديم وزرعنا المعروف، لا طيشاني ومتنضب هجيني يسوف. باديتنا من نعام للسعية ولوف، كل اللي فيها ساب العرض مو منسوف. صح والله. والله صح. شوف لي ضل طخين وعزلت لي سيالي، بركت البطرش ضنيك هدير مو قالي. ما دام البرم بكري وهوايا شمالي، كيف واعر النم النظيف بكسالي. تورت رعب يقيد القصير وممنع، خليت فوقه سرجل بالتويلي مقنع. إن بيستاهل بلب اللي بيكم مصنع، براه هجم العفيف اللي بالقبيح ما تفنع. والله ما تفنى.
كبرت النار ولميت الصنوب معروق. نعم إني الحطب ماني جايبه من السوق. يا سلام عليك يا سلام عليك يا عبد الله. كبرت النار ولميت الصنوب معروق. نعم إني الحطب ماني جايبه من السوق. عندي الساس منه حاشي لبن وعلوق. قدر ما أوخر اليوم السفر ملحوق. عزلت الجمر صاورته للبراد. من سكنهم تقاقيب واللهيب الحاد. ما أمن وضعي في قصة موعن وزاد حتم 10 ناصر جابه في العداد. شربت الشاهي ممهول ماني دوار رايح. الله يقبع ذهني في حظ البخيت وسرايح. سلام يا راكب الخلة وخلوفتم جوالي الصيح حد ما جيلي ليسوق يصبقني نوايح. سلام. ضل القتري والقمري البقوقي حداي بدل كنديش. هدير ماضي النجيع وغناي. رصيت الكنيب وقمت بعد الشاي جايب الخط ابو مهيله وتقي الممشاي. إلا لقيتني ما بتقول ورايا عقاب. عاجبني الركوب مو هم نكل وشراب. يا سلام. بشوف الغرة والحرش بامتياز وإعجاب زي إنجلترا ولندن غيوم وضباب. الله يا سلام. الماضي البزاوي المين شديد ويزوع. بعد 10 يوم عديت بتاني أسبوع. من دومات ودفق ناقي على المجموع غاربه طويل وجافل من نباط وكوع. يا سلام الله يا سلام. التيه صيب اجتازه العنيد بسهولة. سرعة جيجور الحربية فيه معقولة. أكم ما عندي أعذارا وراي مقبولة ما بتنعدى دورين في الطرابيل طولة. والله ما بتنعدى هذه رحلة كانت في والله يا عبد الله الرحلة الجاية دي أنا غايته معاك. كان أبراك طيب كده. شوف الأغنية ده يمرق كيف. يا ود مسيخ. أي يعني سهول البطانة وجماله في الخريف. الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن الشعر الطبيعي الخالي من التكلف الخالي من الصناعة. طبعا أي شاعر أصلا يسمعنا معروف إنه أي شعر عادي ممكن تخش فيه جزئية من الصناعة. نعم. لكن أستاذ عبد الله يعني أنتوا شعراء وخالد برضه بيكتب وبيستمع جيد. بيديك التوقع اللي أنت ما متوقعه. منصور الشعر إذا طلع من مفاجآت المتلقي بيبقى شعر عادي يعني. طيب معناته البيئة يا أستاذ عبد الله، البيئة اللي نقلت منها الصورة الحقيقية اللي أنت معايشها. قد مستمع يسأل السؤال إنه ده عبد الله سرح بينا بخيال. هو بيسمع الآن بيشوف مشهد قدامه إنك قعدت وشربت الشاي في جو جميل والكنتشة الطبيعياتك. لكن هذه البيئة بيئة حقيقية في شمال كردفان في مواسم أنا دارك نعم حقيقية. والرحلة دي حقيقية ما خيال يعني. أنا نعم في طبعا مزداديرة وفي حاجات بيسووها خيال وأنا قد أكون برضو مرة تخيلت لكن دي حقيقية. ده أنا مشيت منطقة اسمها الصافي اللي هي مسقط راسي. وكان مشيت لسلام وفواتح ومشيت بيلوري وقلت بالاتنين مرسل جابنا بدري الصافي مثل البارح اتجاوز ظهور وفيافي. قال في نيته سوق المرخ وقف مقافي قلنا له العديلي وتانا مش في عافي. مسقط روسنا والأرض مجباله قوزن بل غارسي الجميل اللي في ضميرنا مخزن. كان ربتنا بدربه وطبول الرزن نمن جانا الجفاف والمال جذور هزن. يا سلام. سلام يا المني كم بعثت نعوم تطفارنا. ليك تحية من الأحفدة ولا كبارنا. إياك معدن العزة وخزينة أسرارنا. فيك شيوخ وفيك شموخ وفيك حدارنا.